شكون اليوم الناس المختصة اللي قاعدة تبني في الملاعب هذه؟ هل هما مهندسين من بلدانهم ولا لا؟ نلقاو مثلا الشركة الهندسية والمعمارية الأولى عالميا في تصميم الملاعب اسمها بوبولوس في الولايات المتحدة الأمريكية. هي مثلا الشركة هذه اللي بنت ملعب لوسيل في قطر، وهي اللي وسعت ملعب الاتحاد في مانشستر. فما شركة زادة أخرى أمريكية اسمها هوك، خدمت برشا في المغرب. فما شركة بريطانية اسمها زها حديد أركيتكتس. الشركة هذه هي اللي عملت ملعب الجنوب في قطر، مركز الألعاب المائية في لندن، وأحدث مشاريعهم كان المركز الرياضي في الصين. في سويسرا فما شركة كبيرة برشا، الشركة هذه اسمها هيرزوغ في سويسرا، هي اللي عملت ملعب العش الطائر في بكين، وعندهم المشروع الضخم الكبير في المغرب. الشركة السويسرية هذه هي مثلا اللي عملت ملعب الدار البيضاء الكبير اللي مش تعمل أكبر ملعب في العالم، اللي هو مشروع ضخم عالميا. اليوم في الصين زادة اليوم الشريك المرتقب لنا، راهو في الصين فما برشا شركات مختصة ومتخصصة في الملاعب. يقول قائل مادام هي شراكة صينية تونسية، علاش أنا نحل أبيل دوفر ونلوج على العباد ما همش مختصين؟